السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلسلة الأكلات الاقتصادية هنعمل الأكلة الجميلة دي. الأكلة دي جميلة جدا، هتعجب الناس أصحاب المزاج، الناس اللي بتحب الكوارع. يلا بينا نشوف. أول حاجة طلعت على السطح وصورتلكوا الحمام. الحمامة دي بتاكل في الليمونة دي. ليمونة برمي الطور بتاعتي، ليمونة مخللة، ليمونة مش مخللة، ليمونة بايظة. فالحمام راح تاكل الليمونة، والفراخ بتاعتي بتكرش الحمام بتاع الجيران. ده كوارع، كنت حاطه عليها الميه وشوفوا طلعت غيرت لونها ازاي الميه، وعصرت عليها ليمون وهحط عليها خل. الخل بيخلي الكوارع لونها يفتح ويبيض كده وتنضف كمان زياده. بغسلها كتير، بوريكم دلوقتي وانا بغسلها. بغير الميه كم مره. دي الليمونه اللي انا كنت حاطاها عليها شلتها وبغير الميه بقى كم مره، بغيرها كتير كتير لغايه ما احس ان الميه اللي على الكوارع بقت خلاص رايقه. وحطيت في الحله معلقتين 3 زيت. الحله دي حله ضغط. حلة ضغط بيقعد فيها الكوارع او اللحمة ساعة واحدة بس. بحط اللحمة والكوارع كده وبغطي الحلة عشان بتطرطش وبتاكل البوتاجاز. حطيتها في الزيت وقلبتها شوية كده، والمية اللي جنبها دي مية سخنة. بسخن مية في الحلة التانية دي عشان هحط عليها مية سخنة. بحط عليها المية السخنة ونص معلقة سكر صغيرة. معلقة السكر ما بتديش اي طعم مسكر للشوربة ولا حاجة. نص معلقة صغيرة، وبصلة وجزرة وطماطماية. بحط البهارات والملح في الاخر. دي نص معلقة السكر بوريها لكم اهي. بشرب ينسون. بوريكم كل حاجة، ما بخبيش عنكم اي حاجة. ولعت عليها كده ورحت قعدت في الأوضة. لقيت يمامة واقفة على شباك الأوضة. وريتها لكم برضو، دايما شباك الأوضة بيبقى عليها يمام أو حمام أو عصافير. دي صينية بطاطس، أنا بعد ما بخلص الكوارع بحطها في صينية بطاطس. دي البصل اللي أنا كنت مفرزاه معاكم، هحط منه معلقة. دايما بعمل البصل زيادة وعين الباقي في الفريزر، والطماطم برضو بزود وبعين الباقي في الفريزر. ولو توم او اي تتبيلة، في تتبيلة دايما بعملها برضو، اي تتبيلة سمك او اي تتبيلة عندي بزود وبعين في الفريزر الحاجة تبقى جاهزة عندي. ودي البطاطس جهزتها، قشرتها وغسلتها ودلوقتي بقطعها. يا ريت تكون عملت اللايك، لو ما حطيتش لايك تعمل لايك دلوقتي، والاشتراك، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في القناة بتاعتي. ولو ليك اي تعليق يا ريت تقولهولي، بتبسط قوي بتعليقاتكم. واللي بيعمل الاكله دي يقول لي لو في اي تغيير او في اي حاجه بيعملها فيها يقول لي. انا دايما بعمل الكوارع بعد ما تتسلق بحطها في صينيه بطاطس، بيبقى طعمها احلى. على فكره انا اخده الطريقه دي من الشيف شربيني. انا دايما بحب اتفرج على قنوات الطبخ. يا ترى انتوا زيي اللي بتحب تتفرج على قنوات الطبخ؟ يا ريت تقولي. البطاطس اهي حطيتها في الصينيه، والملح والبهارات. واتبسطت بقى، لقيت كوسه في التلاجة دلوقتي، مش عارفه كنت رايحه اجيب ايه، لقيت كوسه فقشرتها بقى على السريع وحطيتها برضو في الصينيه مع البطاطس. انا بحب الكوسه في كل حاجه، بدخلها في كل اكلي، بعملها خضار دايما، وبحبها في المحشي. اولادي دايما بيقولوا زهقتونا من الكوسه، قلت لها لا انا بحبها. ما كنتش بحبها وانا صغيره، بس بدات بقى وانا كبيره كده بقيت بحبها وبجيبها في كل الاكل. ودي جزره وفلفله خضرا برضو، هحطهم في الصينيه دلوقتي. اغسلهم واحطهم في الصينيه. اي اضافات بتحبيها مع صينيه البطاطس حط اي حاجه. لو عندك بسله، لو عندك اي حاجه بتنفع حطيها، مفيش مشكله. اي خضار عندك بينفع تقريبا في حاجات كتير قوي بتنفع مع البطاطس. شوفوا الجمال. ودلوقتي بقى بطلع الكوارع واللحمه. هشيل الكوارع من العظم واحطها في الصينيه من غير عظم. هخليها من العظم، وهتشوفوا الوقت وانا بخليها.
معلش البخار، معظم اكلاتي بتبقى على النار كده بيبقى في بخار. خليتها من العظم ورجعي العظم تاني في الشوربة، بيخلي طعم الشوربة حلوة. خليتها كده واحدة بواحدة ورجعت العظم تاني. كل ما بخلي حاجة برجع العظم تاني. العظم ما بيتخلاش 100%، يعني بيبقى فيه لسه حاجات. مين فيكم بيحب الكوارع؟ ومين فيكم جربها بطريقة تانية؟ ياريت اللي عنده طريقة تانية للكوارع يقولي، انا بحب اجرب اي طريقة، بس الطريقة دي دايما اكتر طريقة بعملها. ساعات بتتسلق كده وبتتاكل من غير ما تتحط في صينية ولا حاجة. وتعمل اي خضار تاني، ممكن تعمل خضار ملوخية او اي حاجة يعني عادي مش مشكلة، بس انا دايما بحبها مع صينية البطاطس. ده احلى طريقة ليها. لو عندك شبت وحابة تحطي حطي. انا دايما لما يبقى عندي شبت بحط في الاخر. بحب الشبت وهو اخضر على الصينية. في ناس ما بتحبوش اخضر، كل واحد على حسب ما بيحب. لو ما بتحبوش اخضر تحطه في المرحلة دي وهو بيستوي. هي تقريبا خلصت اهي، والبطاطس هتستوي والكوسة يعني البطاطس والكوسة ما بيطولوش على النار، بس اهم حاجة تكون اللحمة والكوارع مستوية جدا عشان يبقى طعمها حلو وتعرفي تاكليها. بغطي الصينية شوية عشان تستوي، وحطيتها في الفرن في الشواية احمر وشها. انا دلوقتي حطيتها في الشواية احمر وشها، وحطيتها على النار تاني تكمل سوا عبال ما اغرف. انا دلوقتي بغرف. شوفوا شكلها الجميل، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. شكلها تحفة وبألف هنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وياريت التعليقات الحلوة، ما تحرمش منكم ولا تعليقاتكم يا رب. كل حاجة كان جميلة. كنت عاملة فتة، عملت معاكم الفتة كم مرة. شوفوا الجمال، كانت محمرة وجميلة، كان طعمها تحفة. ظبطي ملحك وبهاراتك وهي تبقى حلوة. وسلام.